أهلا ومرحبا بكم في قناة أبو نور وسيف المصري. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك ودوس إعجاب واضغط على الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبناء الطلاب مع درس جديد النهاردة إن شاء الله. بس النهاردة بقى درس جديد خالص. النهاردة هنقعد مع جنة البنت الشطورة اللي في سنة تانية ابتدائي، عشان هي دلوقتي جايبان لي كتاب الدين بتاعها وعايزين نشرح لها درس من كتاب الدين بتاعها. تعالي هنا يا جنة كده، يلا بقى اقعدي هنا، يلا يلا. دي بقى مين؟ دي جنة البنت الشطورة اهي. يلا، عندنا درس النهاردة بقى بيتكلم عن مين يا جنة؟ آية الكرسي. آية الكرسي. طيب، آية الكرسي ديت موجودة في سورة في القرآن اسمها سورة البقرة. سورة مين؟ البقرة. يلا نقراها كده الأول مع بعض. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤود حفظهما. وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. تمام كده يا جنة. دي بقى اسمها آية ايه؟ آية الكرسي. دي في كتاب الدين بتاع سنة كام دوت؟ سنة تانية الصف التاني الابتدائي. ماشي يا جنة. تعالي بقى نشوف كده التفسير بتاعهم بيقول ايه. بيقول لنا ايه بقى؟ آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. يبقى ايه أعظم آية في كتاب الله؟ كتاب الله اللي هو المين؟ اللي هو القرآن. القرآن معايا كده. أعظم آية بقى في القرآن اللي هو كتاب الله آية اسمها آية ايه بقى؟ الكرسي. يبقى لو سألني وقال لي ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ أقول له آية الكرسي. آية مين؟ الكرسي. آية الكرسي. طيب، في بعض الصفات اللي وصفت رب العالمين اللي هو ربنا سبحانه وتعالى في آية الكرسي. ايه الصفات بقى اللي ربنا وصف نفسه بها في آية الكرسي؟ أول حاجة أن الله هو الحي. أن الله هو الإيه؟ الحي. يبقى مين أعظم آية في القرآن يا جنة؟ آية الكرسي. طيب، أول صفة من صفات ربنا في آية الكرسي إيه ها؟ الحي. الإيه؟ الحي. الحي. يعني إيه الحي؟ يعني لا يموت. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بيموت ولا بيموت ولا بيشرب ولا بأي حاجة. ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيموت ولا هو زينا. تمام. الحي الذي إيه؟ لا يموت. طيب، الله لا إله إلا هو الحي الإيه؟ القيوم. القيوم. يبقى تاني صفة من صفات ربنا الإيه؟ القيوم. أول صفة الحي يعني مش هيموت. القيوم. تاني صفة مين؟ القيوم. يعني إيه القيوم؟ يعني لا يزول. يعني كل حاجة هتخلص أو هتموت، لكن ربنا سبحانه وتعالى ولا هيخلص ولا إيه؟ ولا هيموت. فهو قائم على كل نفس، لذلك فلا معبود بحق سواه. يعني احنا كلنا لازم نعبد مين؟ ربنا. لازم نعبد ربنا سبحانه وتعالى.
لازم نعبد مين يا جنة؟ يبقى أول صفة من صفات ربنا الإيه؟ الحي الذي لا يموت. الحي الذي لا إيه؟ يموت. تاني حاجة القيوم. يعني القيوم لا يزول. القيوم يعني إيه؟ لا يزول. تمام؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني ربنا مش بينام. ربنا مش بينام، ولا حتى كده عينه بتغفل كده ثانية ولا ثانيتين ولا حاجة. لا، ربنا ولا بيغفل ولا بينام. يعني يغفل يعني ينام نومة سريعة كده في 3-4 ثواني كده. لا، ربنا مش بينام. لا تأخذه سنة ولا لا تأخذه سنة ولا نوم. لا يعتريه نوم أو نعاس، ولا نوم ولا حتى ينعس. تمام. لأن ربنا سبحانه وتعالى لو نعس السماء هتنزل على الأرض، والقمر يخبط في الأرض، والكواكب كلها تخبط في بعضها، والبحار كده تخبط في بعضها، وكل حاجة تخبط في بعضها، وكل حاجة تموت. لو حطيت عمود كده وحموها على كده وحطيت فوقها حاجة، لو شلت عمود هيقع. هو ربنا بقى قادر اللي هو يرفع السماء. مين اللي شايل السماء دي ورافعها؟ ربنا سبحانه وتعالى. جنة بتقول لكم لو حاطين كتاب كده فوق هنا كده كتاب، وحاطين تحتيه حاجة سنداه كده ماسكاه، لو شلنا الحاجة دي الكتاب هيقع. هو ربنا بقى هو اللي ماسك السماء. جدع يا جنة. الميس قالت لكم كده في المدرسة؟ مين اللي قال لك كده في المدرسة؟ الميس؟ شطور. ماشي. يبقى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. كل المخلوقات اللي في السماء، الملائكة والكواكب والنجوم والحاجات كلها اللي في السماء ديت، والمخلوقات بتاعت ربنا واللي في السماء، وكل حاجة في الأرض سواء الإنسان أو الحيوانات أو الأسماك في البحار أو الطيور. كل المخلوقات دي كلها بتاعت مين؟ بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يوم القيامة محدش هيقدر يتكلم ولا يقول أي حاجة ولا يعمل أي حاجة إلا بإذن مين؟ إلا بإذن ربنا. ولا حتى يشفع لحد يقول يا رب دخل ده الجنة ولا دخل ده النار عشان خاطري، إلا بإذن من مين؟ بإذن ربنا. إلا بإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طب وربنا كمان بقى؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ربنا عارف اللي احنا بنعمله، وكمان اللي احنا لسه هنعمله. اللي احنا بنعمله واللي احنا لسه هنعمله. عارف اللي احنا بنعمله النهارده واللي احنا لسه كمان هنعمله بكره وبعده وبعده. مين اللي يعرف الغيب دوت؟ ربنا سبحانه وتعالى. مفيش حد خالص يعرف الغيب غير مين؟ ربنا. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. الناس ما بتعرفش اي حاجه الا بامر من مين؟ من ربنا. اي حتى حاجه العلماء يكتشفوها او يخترعوها، ربنا سبحانه وتعالى ده بإرادة مين؟ ربنا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى قاعد على كرسي في السماء اسمه العرش. شكله العرش ما نعرفش. طب ربنا سبحانه وتعالى شكله برضو محدش يعرف. لو طلعنا ممكن لما نخش الجنة ممكن نشوف. في بقى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. مش كل الناس هتشوف ربنا، في ناس معينة بس اللي ربنا يخليهم يشوفوه. ماشي. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تمام كده. ماشي. تعالى بس نشوف معاني الكلمات اهو. الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا مين؟ الله. مين المعبود؟ مين اللي احنا نعبده؟ ربنا سبحانه وتعالى. قلنا الحي يعني لا قلنا فوق الحي يعني لا يموت. الباقي حيا بذاته وأبدا يعني لا يموت. القيوم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر الخلق، هو اللي بيدبر الخلق، وهو اللي بيحفظهم، وموجود دايما ربنا سبحانه وتعالى، أو واجد الوجود. بلاش كلمة موجود. لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة يعني سنة يعني غفوة، نومة سريعة كده. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ربنا محيط
عارف كل حاجة بتحصل في السماء وكل حاجة بتحصل فين؟ تحت. في الأرض. محيط علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها. السماوات عارف اللي حصل زمان واللي لسه بيحصل دلوقتي واللي لسه هيحصل في المستقبل. لا يؤوده حفظهما، يعني مش تقيل على ربنا ان هو يحفظ الحاجات اللي في السماء والايه واللي في الارض، مش صعب عليه يعني. لا يثقله حفظ السماوات والايه والارض. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، يعني يعلم الامور الماضيه اللي كانت زمان واللي لسه هتحصل فين؟ في المستقبل. تمام كده. يبقى من صفات ربنا ايه بقى؟ ها، الحي، ها، القيوم. الحي الايه؟ القيوم. ايه كمان؟ المعبود، كلنا هنعبده. تمام. ايه كمان؟ ها، لا تأخذه سنة ولا ايه ولا نوم، يعني ربنا ما بينامش. ولا ربنا ما بايه؟ ما بينامش. ماشي كده. طيب. ولا يثقل عليه حفظ جميع المخلوقات، يعني ما فيش حاجة صعبة على مين؟ على ربنا. يعني ربنا هو الايه؟ هو القادر. ربنا قادر على كل ايه؟ على كل شيء. يبقى ايه صفات ربنا بقى؟ ها، الحي، ها، القيوم، المعبود، يعني كلنا نعبده. ها، لا تأخذه سنة ولا ايه ولا نوم. ايه كمان؟ القادر. ربنا قادر على كل حاجة. ولا في حاجة صعبة على ربنا؟ ربنا هو اللي بيرزقنا وهو اللي بيأكلنا وهو اللي بيشربنا، هو يقدر يعمل كل حاجة. مين اللي يقدر يعمل كل حاجة؟ ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. اذكر بعض صفات الله التي وردت في آية الكرسي. يلا قول لنا بقى يا جنة. ها، صفة من صفات ربنا لسه قايلين دلوقتي. اول حاجة الايه؟ يعني الحاجات الحي، الحاجات دي. ايوه، اول حاجة الايه؟ الحي. يلا اكتبي كده الحي هنا. اكتبي كده الحي. لا بالازرق مش مشكلة. اكتبي. ها، اول صفة الايه؟ الحي. كبري خطك شوية. الحي ادي واحد. ايه كمان؟ القيوم. القيوم. شطورة. كبري خطك شوية. قيوم. ايوه، اهو زي ما بنقول القيوم. الحي القيوم. ايه كمان؟ في حاجة صعبة على ربنا؟ لا. يبقى الايه؟ القادر. القادر. مش قلنا ربنا قادر يعمل كل حاجة؟ القادر. في ألف بعد القاف. اكتبي ألف بعد القاف. القادر. القادر. طب ربنا بينام؟ لا. يبقى ايه كمان؟ ها، النوم. لا مش النوم يبقى بينام. يبقى اقول له ايه بقى؟ ها، لا تأخذه سنة ولا ايه؟ لا تأخذه سنة ولا ايه ولا نوم. صح. يبقى ربنا لا ينام. اكتبي بقى لا ينام. لا ينام. يا يبقى يا ينام. يبقى ينام. شطورة جدع. سقفة كبيرة بقى الجنة. يلا سقفة كبيرة الجنة بقى. ها، سقفة كبيرة الجنة البنت الشطور. يلا. ماشي. 3. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. باي. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك ودوس اعجاب واضغط على الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. مع تحيات ابو نور وسيف المصري.